السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة يا رب. بون جيتكم فيديو جديدة اليوم، عندي بزاف ما حطيتش، قلت نطلع عليكم. هاني بديت لكم بلا تاع قهوة. من القهوة ديريكتومون نبداو فريز، هذا السياق هذا. وكانوا جايين ضياف اليوم، قلت نحي التقفة الصباح وندير غدايا. حطيت الغدا اللي درت لي بات بالكريم فريش البولي ماريني مع شويه شوربه وبوراك تاع البارح، وهذا هو غدانا الحمد لله. وبديت نخمم واش راح ندير للعشاء لضيافي. اللي درت تليتلي، ودرت طاجين شوا، ودرت طاجين لحلو وسالاد وديسار والحوايج هذو. بصح ما صورتش ولا غير كنت مزروبه وما صورتش. ان شاء الله الوصفات نشاركهم معاكم يا قبل رمضان ان شاء الله يا في رمضان. طاجين لحلو ولا غير جا هايل. سورتو في هذه البرمه اللي عندها غير طيب فيها، ما تخافش. انا مع الاول خفتها وخفت نريسكي بيها، ولكن جا طاجين لحلو يهبل الصورة تعبر والله. مع العين بقرة هذه ثاني هايلة، ما تتحلش في الطاجين، جا بقى هكاك صفر. وزد درت طاجين شوا. ما صورت والو والله، ما صورت والو. طاجين شوا هاني كنت درت الدجاج واللحم، حطيتهم في كوكوط يطيبوا مع لي بولات الفيونداشي. ما درتش درت بولي، ما درتش فيوند. قفلت عليهم ومن بعد كي طابو صفيت لاصوص، حطيتها دو كوتي وعاود حمرت هذاك اللحم اللي عندي كامل. من بعد نسقيو عادي، هذا هو طاجين شوا، ماهوش حاجه كبيره. ودرت تليتلي كيف مرقه حمراء. هذه لاصوص تاع طاجين شوا وهذه هي الميده. والله ما صورتش بزاف، كنت حشمانه. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنسونيش بجيم واشتراك، وفي امان الله.